ابنك أو بنتك مش محتاج منك فلوس وبس أو لعبة أو موبايل جديد، ابنك محتاج الرعاية والرقابة. جريمة طفل الإسماعيلية، هل ممكن يتحكم عليه بالإعدام؟ الشارع المصري اهتز ببشاعة وفظاعة جريمة طفل الإسماعيلية لعدم تصور العقل البشري أصلا على ارتكاب أطفال أو ارتكاب طفل لجريمة زي دي. ولكن السؤال اللي الناس كلها بتسأله، هل القانون ممكن يحكم عليه بالإعدام ولا القانون هيحميه لأنه صغير؟ في الحقيقة يا حضرات إن المشرع المصري كان واضح بإصداره لقانون اسمه قانون الطفل، وده برقم 126 لسنة 2008. والقانون ده بيقول إن لو الطفل وقت ارتكابه للجريمة لم يتجاوز عمره 18 سنة لا يتم الحكم عليه ولا بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وكل ما يمكنه القاضي الحكم هو الحكم عليه بالتدبير الإصلاحي وليس بالإعدام. التدبير الإصلاحي ده بيكون بإيداعه في مؤسسة عقابية للأحداث من 5 ل 15 سنة، ويخضع من خلالها للرعاية والإشراف النفسي خلال مدة العقوبة. يعني باختصار في الحالة دي على الرغم من توافر أدلة ارتكابه للجريمة واعترافه بارتكابها ورصد الأجهزة الرقابية لأدوات الجريمة مش هيتم العقوبة عليه بعقوبة الإعدام، وكل ما هنملك هو إيداعه في الأحداث ل 15 سنة. والمشرع كان وجهة نظره في إصداره للقانون ده ان الطفل اللي لم يبلغ ل 18 سنه لسه طفل غير مميز ما يعرفش الصح من الغلط، علشان كده ما يقدرش اعاقبه بعقوبه قاسيه زي عقوبه الاعدام. في الختام عندنا رسالتين: رساله للمشرع المصري ان في ظل تطورات التشريعات اللي بتشهدها الدوله المصريه في الوقت الحالي لابد ان احنا نعالج القصور التشريعي ده في ظل وجود واعتراف ورصد اطفال بالبشاعه دي، يكون العقاب ارجع من كده. الرسالة الأخيرة هي جرس إنذار لكل أسرة وبيت مصري: خلي بالك من أولادك، ابنك أو بنتك مش محتاج منك فلوس وبس أو لعبة أو موبايل جديد، ابنك محتاج الرعاية والرقابة، التقييم والتقويم، تنمية مواهبه وقدراته، علشان إهمال منك، علشان اللي بنشوفه ده هو تقصير من الآباء والأمهات علشان يقدر يقوموا تصرفات أولادهم. ربنا يحفظكم لأولادكم ويحفظ أولادكم ليكم.